السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن واحد من أقوى الليوبارد في العالم، وهو نمر إليوت. ده بجد عمل مشاكل مع الأسود والضباع والفهود وحتى النمور أبناء جنسه، كان بيموت أي حيوان وهو اتجنن، وكمان كان بيقتل في البشر اللي هم حراس الحديقة. يلا بينا نبدأ. أهلا بكم في سلسلة النمور الأسطورية. النمر كان مقضي باقي حياته عشان القتل، ومظهره الجميل ممكن يخدعك. وخلي بالك لازم تفرق بين الجاجور والليوبارد والفهد، او ان شاء الله هنعمل عنهم حلقة في المستقبل، وان شاء الله الحلقات دي هتكون مميزة جدا. كان في اسطورة اسمها نمر قايلي، خلفت شبلين ذكر وانثى. واحد من الاشبال دول كان اسمه إليوت، وقايلي دي كانت أسطورة في حد ذاتها، واللي إن شاء الله نبقى نعمل عنها حلقة في المستقبل. بعد 6 شهور من ولادة إليوت، الأم اللي هي قايلي بترجع مع حاش الأنثى، وبيكون إليوت اللي موجود معاها بس، وبترجع بإصابات. وأخيرا حراس المحمية اكتشفوا اللي حصل، إن بعض الأسود الزنبوبية هجموا عليهم وأصابوا الأم في ظهرها، قتلوا الأنثى وأصابوا عين إليوت، ودي كانت إصابة، وعينيه كانت نازلة من جمجمة لحد ما وقعت. ومع إصابة خطيرة زي دي مفيش أي حيوان يقدر يعيش بداخل أدغال أفريقيا، وخصوصا إن فرصته في النجاة هتكون 1%، خصوصا وهو لسه شبل صغير وعينيه وجرحه قفل وخلاص، وحالته الصحية والبدنية كانت مظبوطة 100%. وإليوت طول حياته كان بيهتم بحاجة واحدة بس، وهو من ساعة ما انفصل عن أمه، إن هو يكبر في الحجم ويزيد في مهارات الصيد والقوة البدنية. إليوت من كتر ما هو كان بيعرف اصطاد الغزال، واصطاد النمر، واصطاد الجاموس الوحشي، وكمان اصطاد الغزلان، واصطاد الخنازير وقرود البابون. وعلى فكرة كل ده مش أي حاجة بالنسبة لإليوت، وإن هو لسه بيتمرن ولسه بيصعد يعني المرحلة أقوى، وده هيساعده على الانتقام من الأسود اللي دمروا عيلته زمان. وبيقرر في يوم إليوت إن هو يهاجم زمرة أسود، وبالفعل بيهجم عليها وبيقتل أشبالها، وقتل كل الأشبال اللي موجودة في الزمرة. تعالوا نحلل ازاي إليوت قدر يقتل الأشبال. إليوت فضل يراقب قطيع الإناث امتى بتطلع طلعات صيد، وامتى الأسد بيكون مشغول بتمشيط الحدود بتاعة المنطقة، وعلى طول بيحدد الوقت المناسب وبينقض على الأشبال. إليوت قتل في اليوم ده 6 أشبال، وبكل قوة وبكل قسوة وبوحشية كمان، لأنه بياخد بطار أمه وبطار عينيه وبطار أخته كمان. والموضوع ده بقى بيحب إليوت جدا، وإليوت بيحب يعمل الموضوع ده كل شوية، إن هو يقتل أشبال الأسود، وبيفرح لما بيشوف الدم بينزل. وكمان بقى بيقتل الأسود الكبيرة في السن. ومعلومة كده إن الأسود اللي في زامبيا مش أقوى الأسود بل أضعفها. إليوت موقفش لحد هنا، وقرر يوسع النشاط ويطور الموضوع أكتر، وبدل كده بقى بيقتل الأشبال وبياكلها وبيشبع، وما كانش بيضطر إن هو يجري ورا الفرس. لكن أشبال الأسود مش وجبة دايما، ومش سهل إن هي تكون موجودة على طول، بل صعب. وبتحصل بقى مفاجأة صادمة، وديت اللي بتخلي إليوت يوسع نشاط القتل أكتر. وإن هي حصلت له حادثة لما اصطاد فريسة، وفي ضبع وهو طالع على الشجرة، في ضبع سرقها منه قبل ما يطلع طبعا، لأن الضباع مش بتتسلق. وبيقرر يقتل أشبال الضباع ويخطفها وكمان ياكلها ويدوق لحمها. وإليوت قرر يهاجم ويعاقب كل أشبال الأسود والضباع بسبب الأحداث اللي حصلت في حياته. يوم 12 يوليو سنة 2016، وده اللي بيقرر إليوت يوسع النشاط أكتر، وبيخطف أشبال الفهود ويقتلها وياكلها، وأطفال قرود البابون والكلاب البرية. ودلوقتي هو اتحول لوحش حقيقي جوه الغابة، وبقى بيقتل كل الحيوانات. والمهم بقى ان هو قوي ومحدش بيقدر عليه ومعادش بيخاف. والغريب يا صديقي، وده على عكس عادة جميع الحيوانات، عمري ما اتشاف إليوت وهو بيتزاوج مع أنثى نمر، وهو كمان مكرس حياته للقتل والرعب والعنف بس. وكمان اتشاف مرتين وهو بيهاجم إناث النمور، وكمان بيقتل أشبالهم وبياخد
هم كمان ويخطفهم، كأنه خلاص بقى حتى كمان بيقتل أبناء جنسه. إليوت دلوقتي بقى بينهي نفسه في سنة 2019 لما بيقرر يهجم على واحد من حراس المحمية ويقتله فعلا، وقتله وكرر المرة دي أكتر من مرة. والحراس بقى قالوا إن إليوت خلاص الأمر عدى كل الحدود، وكمان هينتقم من البشر هما كمان، وممكن يكون واحد من البشر عمل له حاجة زمان، الله أعلم. إليوت كان في مرة قاعد على شجرة وصحته كانت كويسة جدا، وكان وصحته كانت ممتازة وكانت كويسة جدا جدا، وقعد يظهر في المشهد هنا وهناك لمدة أكتر من شهر، لغاية بقى شهر أغسطس من نفس السنة بدأ يختفي وما عادش بيظهر. وظهر مرة وعليه إصابات بشكل مهول، وعلى ظهره وعلى جسمه، وكمان كان عنده جروح ضخمة جدا في كل أنحاء جسمه، وكمان على رجليه الخلفية وكمان الأمامية. واللي بنسبة 100% كانت معركة مع ذكر أو ذكرين من الأسود، أو ممكن يكون ذكر نمر مرقد تاني، ولكن نسبة إن هو يكون نمر مرقد دي أعتقد إن هي 20%. وإليوت مش معروف مكانه فين، ولا هو عايش ولا مات ولا إيه اللي حصل. إليوت كان مفترس ووحش بعين واحدة. وبكده يكون خلص فيديو النهاردة من سلسلة نمور الأسطورية. ايه رأيك بقى تكون الحلقة القادمة عن ايه؟ وهسيبكم مع المقطع الشهير ده. سلام.